زمالك واهلي لعبنا قصادهم باقل الامكانيات، اقل من كل حاجه، اقل تكتيك، اقل انسجام، لعيبه ومشاكل كبيره، ومع ذلك اتعادلنا تعادل بطعم الفوز. وجه الوقت اللي نقدر نقول فيه ان فوز وثلاث نقط لينا، 3 نقط مكسب، 3 نقط ما نفرطش فيهم، 3 نقط نثبت بيهم ان احنا كبار وكبار قوي. اتعادلنا كذا ماتش، ولما اللعيبه انسجمت مع الطريقه الجديده فوزنا على انبي 3-0، وفوزنا في الكاس على مودرن، وهنفوز ان شاء الله على الاهلي، عشان نقول لكل اللي شاكك فينا احنا جامدين موجودين، وللغريب مش هيبين، عشان نقدر نقول ان احنا للزمالك في الملعب قادرين على كل بطولة كبيرة، قادرين على كل تحدي. يعني احنا كزمالك بنفتخر بان احنا زملكاوية، احنا كزمالك قادرين على التحدي وعلى الصعاب، قادرين نعدي كل أزمة، وهنثبت ده في الملعب. قول لنا رأيك وتوقعاتك لنتيجة الزمالك والأهلي، وما تنساش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.